البيوت اللي مبنية على مقابر بتبقى أكتر الأماكن اللي الجن بيتشاف فيها. فقبل ما تسكن في مكان جديد لازم تسأل كويس الأرض اللي اتبنى عليها أرض نضيفة ولا زفرة. ازيكم يا أبطال؟ اليومين دول من فضل ربنا بدأت أبقى كويس شوية، فقلت أعمل لكم قصة سريعة كده على ما نروح للجزء التاني من قصة دجال القرية. القصة دي برضو مخيفة، فركزوا في أحداثها وانتوا بتشربوا شاي أو قهوة، ويلا نبدأ. بسم الله. أنا اسمي أحمد، والقصة اللي هحكيها لك دي مش خيال، دي حصلت معايا أنا وخطيبتي دينا، وما اتمناش إنها تحصل لحد تاني. في فترة من حياتنا احنا كنا بندور على شقة جديدة علشان نبني فيها عش الزوجية، والميزانية كانت محدودة جدا، والأسعار زي ما انت عارف مولعة. لقينا إعلان عن شقة في عمارة جديدة يدوبك لسه مشطبينها، وكانت في حي شعبي هادي جدا، وسعرها أقل من سعر السوق بكتير. الصفقة كانت مريبة. صاحب العمارة واللي كان اسمه الحاج صابر قابلنا. كان راجل شكله كويس، بس كان بيتكلم بسرعة وعينه فيها قلق جامد، وقال لنا العمارة دي اتبنت بسرعة لأن صاحبها كان مستعجل، وإنه محتاج يبيع بسرعة لأسباب خاصة. الشقة كانت واسعة وشكلها حلو، بس كان فيها حاجة غريبة. العمارة كلها كانت هادية بزيادة، مفيش صوت بيطلع، كأنها مغارة مش مبنى سكني. دينا قالت لي يا أحمد الشقة حلوة، بس العمارة دي مش مريحة خالص، تحس انها كده ما فيهاش روح. ردت عليها يا بنتي دي عمارة لسه جديدة علشان كده هادية، صدقيني السعر ده فرصة ومش هيتعوض. والمهم وافقنا ودفعنا جزء من المقدم، واتفقنا على موعد الاستلام. بعد اسبوعين بدأنا ننقل العفش والحاجة، وكانت الشقة في الدور الخامس. واول حاجة لاحظتها ان العمال اللي كانوا بيساعدونا في نقل الحاجة كانوا مترددين وخايفين، وواحد منهم كان راجل شكله كبير في السن، بصلي وقال لي بهمس يا ابني انا ليا خبرة سنين، العمارة دي مش مريحة. ابتسمت كده ومدتش الكلام أهمية، واعتبرته مجرد خرافات عامل. وبدأنا نقضي ليالي في الشقة علشان نخلص دهانات وفرش. وفي ليلة كنا بنركب الستاير في أوضة النوم. الساعة كانت حوالي 2 بالليل، والعمارة غرقانة في الصمت المرعب ده. فجأة سمعنا صوت خبطة تقيلة في السقف، كأن حد تقيل وقع مرة واحدة. كانت خبطة واحدة ولكنها قوية جدا. دينا اتنفضت من الخوف. ايه ده يا احمد مين اللي فوقينا؟ ردت عليها مفيش حد فوقينا، احنا اخر دور. وحاولت الم الموضوع كده وقلت لها ممكن يكون في خشب على السطح وقع ولا حاجة. بس بعد ثواني الخبطة اتكررت، بس المرة دي تحتينا بدور، كأن الصوت بيتنقل من دور لدور. خبطة في الدور الرابع ويسكت ثواني، وخبطة في الدور الثالث وبرضه يسكت ثواني، لحد ما وصل للدور الأرضي. وبعد ما الصوت وصل للدور الأرضي سمعنا تاني الصوت بيتكرر فوقينا كأنه طالع نازل. فضل يعمل كده حوالي نص ساعة وبعدين اختفى. والأيام اللي بعد الموقف ده الأوضاع سائد جدا، الأصوات بقت شبه روتين. كنا بنسمع بره الشقة في الممرات رجول بتجري، والكلام ده تحديدا بالليل كأن أطفال بتلعب، مع إننا متأكدين إن مفيش حد ساكن غيرنا في الدور. بس اللي رعبني بجد أبواب العمارة كلها كانت قديمة شوية، وده بالرغم زي ما قلت لك إن العمارة لسه جديدة. كانت الأبواب لونها بني وغامق، وفيها عين سحرية صغيرة. كل ما كنا بنعدي من قدام باب شقة من دول كنا بنحس بهوا بارد بيخبطنا في وشنا، كأن البيبان دي بتتنفس. وكمان في ليلة كنت راجع لوحدي بالليل، الساعة وقتها كانت في حدود 11. الممر بتاع الدور بتاعنا على غير المعتاد كان ضلمة كحل. مش عارف اللمبة اللي كنت حاططها فيه اتحرقت ولا زوجتي نسيت تقيدها. المهم وانا طالع الدور بتاعنا عيني جات على باب الشقة اللي معانا في الممر، وبالأخص على العين السحرية، ولمحت فيها وقتها لون أحمر خفيف كأنه شرارة نار. وقفت مكاني
ورجعت تاني ابص، النور الاحمر ده اختفى والعين السحرية بقت سودة تاني، لان زي ما قلت لك مفيش حد اصلا في الشقة. فحاولت اقنع نفسي وقتها ان اللي شفته على العين السحرية ده انعكاس من الشارع. بس في اللحظة دي سمعت صوت همس من ورا الباب، همسة بتنده باسمي أحمد. صوت الهمسة كان مش صوت إنسان عادي، كان صوت مجروح ومخنوق وكأنه جاي من تحت الأرض. قلبي وقف وقتها وجريت على شقتي زي المجنون، وقفلت الباب بالمفتاح والترباس. فبدأنا وقتها نتأكد إن العمارة مسكونة أو ملعونة. دينا قالت لي يا أحمد يلا نمشي من الشقة دي حتى لو هنخسر فلوسنا، بس أنا كنت برفض. كنت بقول لها احنا اتدبسنا ولازم نعرف ايه الحكاية. المهم في يوم كنا بنرتب الدولاب بتاع أوضة التخزين، ودي كانت أضيق أوضة في الشقة. واحنا واقفين بنرتب بنبص لقينا تحت كومة خشب قديم مراية. المراية دي كان شكلها غريب، شكلها كده عاملة زي الحاجات بتاعت زمان. عارفين انتوا الحاجات اللي بتبقى زي الانتيكات؟ هي دي. المهم لانها كانت مكسورة قلت اما اخدها وارميها. وقتها لقيت دينا بتصرخ وبتقول بص وراك يا احمد. لفيت بسرعة مفيش حد ورايا. بصيت في المراية اللي في ايدي لقيتني واقف لوحدي، بس الضلمة اللي ورايا في المراية بتتحرك كأنها كيان اسود ضخم لزج بيتمط وبيتشكل. من الخوف المراية وقعت من ايدي واتكسرت. وفي اللحظة دي سمعنا صوت كسر ازاز جاي من كل حتة في العمارة، كلهم في نفس الوقت. صوت كسر مرايات كتير. في نفس الليلة كنا قاعدين في الصالة مرعوبين، كنا مجهزين شنطتنا علشان نهرب الصبح. بس فجأة الأبواب اللي في الممر بره الشقة بدأت تتفتح وتتقفل بشكل عنيف. صوت تهبيد زي الرعد كان مالي العمارة كلها. دينا صرخت بيطلعوا من كل حتة يا أحمد. طلعنا نجري على باب الشقة علشان نهرب، ووصلنا عند الباب وفتحناه. كان الممر ضلمة كحل، بس في نص الممر كانت فيه شخصية واقفة طويلة جدا وشعرها مغطي وشها ولابسة عباية سودة. الست دي ما كانتش بتمشي، كانت بتتحرك علينا بجر، كأن جسمها مكسور ومش قادرة تمشي، عمالة تجر نفسها كده. دينا صرخت جامد وانا حاولت ادخلها واقفل الباب بسرعة، بس قبل ما الباب يتقفل الست دي مدت ايديها الطويلة وضوافرها اللي زي المخالب وحطتها في الباب وانا بقفله. بصت لها لقيت الايد دي مش ايد انس، كانت لونها رمادي ميت وفيها جروح عميقة بتنزف مادة سودة على الأرض. فمن الرعب قفلت الباب بكل قوتي، ووقتها صوت مفاصل ايديها وهي بتفرقع مطرح ما قفلت الباب كان هيجنني. صوت مرعب جدا، وكانت بتصرخ بشكل رهيب. الايد اتكسرت واتفتتت بين الباب والحيطة، ولكن ما طلعش منها دم احمر، نزل زي ما قلت لك المادة السودة دي. وقتها من الرعب وصوت التخبيط اللي على الباب جرينا بسرعة على أوضة النوم وفتحنا الشباك وبصينا لقينا في عمارة جنبنا تحت الشباك بمسافة مش كبيرة قوي. فنزلنا من الدور الخامس على سطح العمارة دي بأعجوبة ونزلنا جري على سلالمها من غير ما نبص ورانا. ولما رجعنا الصبح علشان نبص على الشقة لقينا العمارة هادية تماما، مفيش كسر ازاز ولا اي علامة. بس لما بصيت على باب شقتنا لقيت بصمة ايد كاملة على الباب من بره باللون الاسود. الايد اللي انكسرت دي ما كانتش مجرد ايد، انا متأكد انها كانت ايد جن. وعرفت بعديها ان العمارة دي كانت مبنية اصلا على مقابر، وكل اللي سكنوا فيها شافوا الرعب بعينيهم. فربنا يستر على الساكن اللي هيجي بعدينا. ودي كانت نهاية قصتنا. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معكم عبد العزيز أو ملك الليل، في أمان الله.